ألف مبروك للمنتخب العراقي التأهل للدور الثاني بعد فوزه على منتخبنا اليمني 3 أهداف مقابل 0. قبل كل شيء الله يسامحك يا حارس المنتخب اليمني. ضيعت المنتخب اليمني وضيعت المنتخب اليمني ضد إيران، ضيعت اليوم المنتخب اليمني ضد العراق. والله أنا مش عارف من وين جايبينك أنت، شكلهم جابوك وساطة، فهذه مشكلة الوساطة في المنتخب اليمني. حقق المنتخب العراقي فوزا على المنتخب اليمني في الجولة الثانية من كأس الأمم الآسيوية، وتقدم العراق بالهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق اللاعب مهند علي خليفة يونس محمود القادم، وتقدم العراق بالهدف الثاني عن طريق اللاعب بشار رست في الدقيقة 19. وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي على المنتخب اليمني 2-0. وفي الشوط الثاني ضاعف العراق النتيجة بتقدم في الدقيقة 91 عن طريق اللاعب علاء عباس بالهدف الثالث لتنتهي المباراة بفوز المنتخب العراقي 3-0 على المنتخب اليمني. ألف مبروك للمنتخب العراقي، وبالتوفيق لكم في المباراة القادمة ضد المنتخب الإيراني، والله يوفقكم ووفالكم التوفيق إن شاء الله، وعقبال اللقب من محب يمني للمنتخب العراقي. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع وتفعيل زر التنبيهات.